بتبدأ حكايتنا مع بطلنا كايتو اللي موجود في أحد المغارات السحرية اللي ظهرت الفترة الأخيرة في اليابان، وبيكون واقف قدام السلايم وبيستعد إن هو يقضي عليه. وبطلنا كايتو بيكون كحيان على الآخر لدرجة إن هو متوتر قدام السلايم، وفجأة بيطلع مبيد حشري موجود معاه وبيرش على السلايم وبيقدر إن هو يقتله. ولما بيخلص عليه بيقع من السلايم ده حجر سحري، وبيقدر المغامرين إن هم يبيعوا الأحجار بتاعة الوحوش اللي بيقتلوها علشان يشتروا بيها أسلحة وكمان أدوات خاصة بيهم. وبيفضل بطلنا يتمشى في المغارة علشان يقتل السلايم ويجمع الأحجار السحرية دي لحد لما بيتفاجئ بسلايم ذهبي، وبيكون السلايم ده نادر جدا. وساعتها كايتو بيطلع المبيدات الحشرية بتاعته، ولما بيحاول يرش عليه السلايم بيهرب منه، فبيطلع مبيد حشري تاني وبيكون قوي جدا وبيقدر ان هو يرش عليه ويقتله. لكن بيستغرب ان بعد لما بيقتله مستواه مش بيرتفع رغم ان السلايم ده نادر. واول لما بيروح ناحية السلايم علشان ياخد الحجر بتاعه بيتفاجئ ان اللي وقع من السلايم الذهبي ده كارت لونه ذهبي وغريب جدا. وبنعرف بعد كده ان البطاقة السحرية اللي موجودة معاه بيكون عليها بعض السحرة الأقوياء اللي بيقدر ان هو يستدعيهم، والسحرة الأقوياء دول بيكونوا بيمتلكوا قوة كبيرة جدا ويقدروا يساعدوا المغامرين اثناء اكتشافهم للمغارات السحرية. والبطاقة اللي بتكون مع كايتو بتكون لساحرة قوية جدا بتمتلك قدرات كبيرة وبتكون من النوع المقاتل. ولما بيبدأ ان هو يبحث عن المقاتل اللي موجودة في البطاقة اللي معاه مش بيلاقي اي معلومات عنها خالص. ولما بيرجع من المهمة بتاعته بيلاقي مجموعة كبيرة من المغامرين بس الرتبة بتاعتهم بتكون عالية ورايحين علشان يكتشفوا مغارة جديدة، وبيكون نفسه يكون قوي زيهم في يوم من الايام ومعاه نفس الاسلحة السحرية اللي معاهم. وبعد كده بيبيع الاحجار السحرية بتاعت السلايم، وبعد كده بيسأل الموظفة وبيقول لها لو انا لقيت بطاقة ذهبية نادرة بالصدفة في احد المغارات وكمان البطاقة دي بتكون لساحرة بتمتلك قوة كبيرة جدا، يا ترى بقى سعرها هيكون كام؟ فبتقول له ان البطاقات دي بتكون نادرة جدا ان حد يلاقيها وسعرها ممكن يوصل لمليار ين. فطبعا بطلنا كايتو اول لما بيسمع السعر ده بيكون مش مصدق نفسه، وطبعا بيخبي الكارت ومش بيقول لحد. لكن اثناء طريقه لحد البيت بيفضل يفكر في المليار ين وبيكون سرحان على الاخر. لكن اثناء طريقه بيقابل اتنين من زمايله في المدرسة وبيقولوا له هو انت لسه لحد دلوقتي في المستوى الثالث وبتفضل تقتل السلايم بس لحد دلوقتي؟ فبيقول لهم كايتو هو انتوا ليه لحد دلوقتي مش عاوزين ترجعوا مرة تانية علشان تستكشفوا معايا المغارات السحرية؟ فبيقولوا له ان احنا مش عاوزين بعد اخر مرة لما واجهنا عفريت قوي جدا وادانا علقة كبيرة. وبيقولوا له ان احنا شايفين الفسح والخروجات احسن بكتير من حياة المغامرين جوه المغارات السحرية. ولما بيروح البيت ابوه وامه بيطمنوا عليه وبيقولوا له عامل ايه في المذاكرة؟ فبيقول لهم المذاكرة تمام وانا مش مقصر في اي حاجة. ولما بيكون قاعد في الحمام مع نفسه بيفضل يفكر في المليار ين وبيقول يا ترى استدعي الساحرة اللي موجودة على البطاقة ولا ابيع البطاقة واستفيد بالفلوس الكتير جدا اللي هقدر اشتري بيها كل الادوات السحرية والاسلحة اللي هتساعدني في استكشاف المغارات. لكن مش بيقدر ياخد قرار. وتاني يوم وهو رايح المدرسة بيقابل جارته كاتسو، واثناء طريقهم مع بعض للمدرسة بتقوله ان انا شفتك امبارح راجع بالليل وشكلك تعبان جدا، هو انت لسه بتستكشف المغارات لحد دلوقتي؟ لكن كايتو بيخبي عليها ومش عاوز يقول لها ان هو لسه مغامر، وبيقول لها ان انا كنت سهران مع اصحابي علشان كده كنت راجع تعبان. لكن اول لما بيقابل صحابه بيتكشف امره وبتعرف ان هو لسه بيروح يستكشف المغارات السحريه لوحده لحد دلوقتي. فبتقول له مفيش اي مشكله خالص انك تكون مغامر، لكن لازم تهتم بالدراسه بتاعتك برضه. ولما كايتو بيكون قاعد في الفصل مع زمايله بيقول لهم لو لقيتوا بطاقه سحريه نادره يا ترى هتستخدموها ولا هتبيعوها علشان تاخدوا فلوس كتير؟ لكن زمايله بيفضلوا ان هم يبيعوها علشان يشتروا كل حاجه هم نفسهم فيها. فبيبدا كايتو ان هو يقتنع بكلامهم وبيقول مفيش اهم من الفلوس في الدنيا دي ابدا. واثناء الحصه كايتو بيكون سرحان وعمال يفكر وبيقول ان انا لو استدعيت الساحره اللي موجوده على الكارت مش هقدر ان انا ابيع الكارت بعد كده واخد المليار ين، لكن في نفس الوقت معرفش الساحره اللي موجوده دي هتكون قويه ولا ضعيفه. وبيوصل تاني يوم المغاره السحريه علشان يستكشفها وبيحاول ان هو يستخبى من الكاميرات علشان محدش يشوفه، وبيمسك الكارت في ايده وبيقول انا عارف ان هو سعره مليار ين، لكن انا نفسي اكون اقوى مغامر زي المغامرين الاساطير اللي انا سمعت عنهم قبل كده. وبيبدا ان هو يستدعي الساحره اللي موجوده على البطاقه اللي بيكون اسمها سيلفي، وفجاه بتظهر طاقه سحريه كبيره جدا وبتظهر الساحره سيلفي اللي بيكون حجمها ضخم. ولما بيشوفها كايتو بيكون مصدوم من حجمها الكبير واول مره طبعا يشوف حاجه زي دي. وبعد كده الساحره بتقرب ايديها منه وكايتو بيكون خايف جدا، واول لما بتقفل ايديها عليه بتختفي. وكايتو بعد كده بيفضل يدور عليها ومش بيكون عارف هي راحت فين، وفجاه بيبص تحتيه بيلاقي الساحره سيلفي بنت صغيره وواقفه قدامه وبيقول لها هو انت مين يا شاطره؟ هو انت تايهه ولا ايه بالظبط؟ فبتقول له ان انا الساحره سيلفي وانا مبسوطه ان انت استدعيتني. فبيبدا حلم ان هو يكون مغامر قوي واسطوري يتبخر بعد لما لقى الساحره اللي هو استدعاها بنت صغيره جدا. وبعد كده بيقول لها تعالي بقى اصطادي معايا السلايم واعتبريني من هنا ورايح اخوك الكبير. وبتقدر الساحره سيلفي ان هي تستشعر اماكن السلايم اللي موجوده في المغاره، وبيتفاجئ
بيتفاجئ كايتو بقدرتها دي، وفعلا بيروحوا للمكان اللي هي قالت له عليه وبيلاقوا السلايم فعلا موجود. ولما بيوصلوا عنده بيقرر كايتو ان هو يختبر قوتها وبيقول لها هو انت تقدري تقتليه؟ فبتقول له طبعا، وبعد كده بتستخدم قوه البرق بتاعتها وبتخلص عليه بكل سهوله. فبيتفاجئ كايتو ان الساحره سيلفي طلعت فعلا قويه وبتمتلك قوه كبيره، لكن بعد لما بتخلص عليه بتقول له ان انا جعانه جدا لانها تقريبا استخدمت كل طاقتها السحريه في قتال السلايم. فبيديها الحجر السحري اللي وقع من السلايم، واول لما بتاكله بتبدا ان هي تسترجع طاقتها مره تانية. وبيبدا ساعتها كايتو يفكر وبيقول فعلا هي ساعدتني علشان اعرف اماكن الوحوش في المغاره، لكن اول لما بتستخدم قوتها وبتقضي على الوحوش في المغاره ساعتها بتبدا ان هي تجوع وبتاكل الحجر السحري بتاع الوحوش اللي قتلتها. يعني من الاخر لو ساعدتني وقدرنا نلاقي وحوش كتير جدا ونقتلهم مش هستفيد اي حاجه لانها بتاكل الاحجار السحريه بتاعتهم. يعني من الاخر انا ما استفدتش اي حاجه منها والمحصله صفر، وشكلي كده هرجع استخدم المبيدات الحشريه بتاعتي مره تانية لوحدي. وفعلا بيستخدم قدرتها في استكشاف اماكن الوحوش في المغاره، لكن هو اللي بيستخدم المبيد الحشري بتاعه علشان يقتل الوحوش بنفسه، وبكده يبقى طلع باي مصلحه من الساحره سيلفي، وبيقدر فعلا يقتل وحوش سلايم كتير جدا وبيرتفع مستواه للمستوى الرابع. وكمان بياخد لقب جديد وهو قاتل السلايم، لكن اللقب الجديد ده بيكون كحيان على الاخر ومش بيستفيد منه باي حاجه. فبتبدا الساحره سيلفي ان هي طيب بخاطره وبتقول له مع الوقت انت مستواك هيرتفع وهتكون قوي جدا. فبيقول لها خلاص كفايه صيد لحد دلوقتي، وبيرجعها جوه البطاقه مره تانية. وبيرجع بعد كده علشان يبدل كل الاحجار السحريه بتاعت السلايم من الموظفه، وبتتفاجئ ان هو قتل سلايم كتير جدا وجمع احجار كتير. فبيقول لها ان انا لقيتها عن طريق الصدفه، وفعلا بيقدر ياخد مبلغ كبير جدا من الاحجار السحريه دي. وبالليل وهو نايم بيبدا يفكر في الساحره سيلفي وبيقول ان هي بتمتلك قوه سحريه كبيره جدا، وبكده اقدر ادخل مغاره من المستوى الثاني بدل المستوى الكحيان اللي انا فيه. لكن بيكون خايف ان هو ينزل المستوى الثاني علشان ما يواجهش العفريت اللي ضربه قبل كده هو واصحابه، لكن بيتشجع وبيقول ان انا لازم اكون مغامر قوي جدا. وفعلا بيروح مغاره من المستوى الثاني وبيستدعي سيلفي وبيقول لها استعدي علشان هنواجه وحوش اقوى من السلايم. وسيلفي طبعا بتكون متحمسه وبتقول له انا معاك في اي حاجه انت عاوزها. وبنتعرف سريعا على المغارات السحريه اللي ظهرت فجاه من حوالي 15 سنه، وساعتها جمعوا كل العلماء واصحاب الفنون القتاليه وكمان كل السحره علشان يستعدوا ويقفلوا كل البوابات دي ويقضوا على الوحوش. وبنرجع بعد كده لكايتو وسيلفي، واثناء طريقه في المغاره اللي في المستوى الثاني بيكون خايف جدا ومرعوب وعمال يرتعش. وساعتها الساحره سيلفي بتقول له هو انت خايف من ايه بالظبط؟ لكن بيحاول هنا كايتو ان هو يخبي الخوف بتاعه والرعب ويبين نفسه ان هو شجاع ومش خايف من اي حاجه. فعلى طول الساحره سيلفي بتمسك ايده وبتبدا ان هي تطمنه وبتقول له مش عاوزاك تخاف من اي حاجه وانا موجوده معاك. فبيبدا ان هو يتشجع وبيكمل طريقه جوه المغاره. واثناء طريقهم بتقدر سيلفي تحدد مكان واحد من العفاريت وبتقول له يلا بينا نروح علشان نقتله، لكن بتلف وراها مش بتلاقي كايتو وبتلاقيه طالع يجري. فبتقول له تعالى هنا انت رايح فين بالظبط؟ فبيقول لها ان انا لقيت حاجه مهمه نسيت اعملها ورايح اعملها دلوقتي. لكن اثناء هروب كايتو بيفتكر المغامرين الاقوياء اللي هو عاوز يكون واحد زيهم في يوم من الايام. فبيقول في نفسه اجمد كده وخليك شجاع وارجع زي البطل كده واقتل العفريت وما تخافش من اي حاجه. وفعلا بيمسك السيف الخشبي بتاعه وبيقول ان انا جاهز دلوقتي علشان اقتل العفريت ويلا بينا نروح له. واول لما بيوصلوا عنده بيكون العفريت نايم ومش حاسس باي حاجه، وطبعا كايتو بيكون خايف وبيقول للساحره سيلفي هو انت تقدري تقتليه؟ فبترد عليه وبتقول له طبعا اقدر اتعامل معاه. واول لما بتقرب منه العفريت بيصحى وبياخد باله منها، وبتستعد الساحره سيلفي انها تستخدم قدره البرق علشان تقدر ان هي تقتله. لكن فجاه بيتدخل كايتو وبيقول لها سيبي لي انا المهمه دي، وبيقول لها ان انا لازم اقتله بنفسي علشان اكون شجاع وقوي جدا، لكن خدي بالك لو حصل اي حاجه وحسيت ان انا هموت استخدمي قدره البرق بتاعتك وخلصي عليه بسرعه. وبيهجم عليه بالسيف الخشب اللي معاه، لكن العفريت بيتفادى الضربه بتاعته بكل سهوله وبيطلع يجري عليه العفريت بسرعه علشان يضربه، لكن كايتو بيصد الهجوم بتاعه بالدرع اللي ماسكه. وبيفضل كايتو يقاوم قوه العفريت الكبيره، لكن بينجح في الاخر ان هو يبعده ويوقعه. وبعد كده كايتو بيرمي الدرع اللي معاه وبيمسك السيف وبيستعد ان هو يضربه، لكن العفريت بيمسك السيف الخشبي بتاعه بايده وبيقوم موقع منه السيف. وبعد كده بيجري على كايتو علشان يضربه، لكن كايتو على طول بيطلع المبيد الحشري اللي معاه وبيقوم رشه في عينه. فبيفضل العفريت يصوت علشان عينه بتوجعه، وساعتها كايتو بيمسك السيف اللي وقع منه وبيطلع يجري على العفريت علشان يقتله، لكن اثناء جريه عليه بيتكعبل في طوبه فبيعمل حركه متخلفه بالغلط، والحركه دي بتخليه ينجح ان هو يقتل العفريت. وطبعا لما بيقتله كايتو مش بيكون عارف هو قتله ازاي، وبياخد الحجر السحر اللي وقع منه وبيقول للساحره سيلفي ان انا مبسوط اني اعتمدت على نفسي وقتلته. فبتبدا ان هي تهنيه وبتديله جرعه من الشجاعه علشان يستمر في المستوى ده. وبعد كده بيجيله اشعار بعد لما قتل العفريت وبياخد لقب قاتل العفاريت المؤقت. وطبعا اخد لقب المؤقت ده لانه قتل العفريت ده عن طريق الصدفه، وبيقول ان انا لو قتلت عفريت
عفاريت كتير جدا هكتسب المهاره كامله. وبعد كده بيواجهوا واحد تاني من العفاريت، لكن ساعتها الساحره سيلفي بتعمل حاجز قوي جدا علشان تحمي كايتو من هجوم العفريت. واول لما العفريت بيحاول ان هو يكسر الحاجز ده، على طول كايتو بالسيف اللي معاه بيقوم غزه. وبيستمروا بعد كده في قتل العفاريت واحد ورا التاني لحد لما مستواه بيرتفع، وساعتها كايتو بيفرح جدا هو والساحره سيلفي. وبعد كده اثناء طريقهم كايتو بيسال سيلفي وبيقول لها هو انت تعرفي حاجه عن المغارات السحريه دي؟ فبتقول له ان انا ما اعرفش اي حاجه غير ان انا لازم اكون مفيده ليك بس. فبيقول لها بما انك ما تعرفيش اي حاجه عن الكهوف دي فخلينا نكتشفها سوا مع بعض. وفعلا بيستمروا مع بعض في مواجهه العفاريت، وبنشوف كايتو بيصد بالدرع بتاعه هجوم واحد من العفاريت، وبيطلب من سيلفي ان هي تستخدم سحر البرق علشان تقضي عليه بسرعه. وبكده بيكون نجح ان هو يقتل 4 عفاريت. ولما بيرجع للموظفه بتقول له ان دي اول مره تروح مغاره من المستوى الثاني وتقتل 4 من العفاريت. وبعد كده بيوصل البيت وبيفضل نايم طول اليوم، حتى لما بيروح المدرسه بيكون تعبان على الاخر ومش قادر يمشي. وبتساله كاتسو اثناء طريقهم وبتقول له هو انت مالك ماشي مكسح كده ليه؟ فبيكذب عليها وبيقول لها ان انا كنت طول اليوم امبارح موجود في الجيم علشان كده جسمي مكسر. لكن كالعاده كاتسو مش بتقتنع بكلامه وبتحس ان هو بيحور عليها. ولما بيروح يقابل صحابه المعوقين في الفصل بيقول لهم ان انا دخلت مغاره من المستوى الثاني وقدرت ان اقتل العفاريت، لكن مش بيصدقوه وبيقولوا له انت كان اخرك تقتل السلايم ومستحيل تقتل العفاريت خالص. فبيتضايق ان هم مش بيصدقوه وبيقول لهم ان العزيمه والاصرار اللي كانوا عندي هم اللي خلوني اقدر اواجه العفاريت وانتصر عليهم. وبيقول لهم ان انا كمان بفكر اخش مغاره من المستوى الثالث. فبيحسوا ان هي وسعت منه قوي وبيسيبوه يمشي. وبيستمر بعد كده كايتو والساحره سيلفي في قتل العفاريت. وطبعا لما الساحره سيلفي بتساعد كايتو باستخدام قوتها السحريه بيضطر ان هو يديها الاحجار السحريه بتاعت الوحوش اللي هي قتلتها. وفي المقابل طبعا البرنس ده بعد لما بيقتل عفاريت كتير جدا بيفضل نايم في البيت طول اليوم، وكمان في المدرسه بيفضل نايم ومش بيحضر اي حصه خالص. وبعد لما بيقتل عفاريت كتير بيرتفع مستواه للمستوى التاسع وبيكتسب مهاره جديده، والمهاره دي بيكون اسمها حمايه ملك السحر، لكن مش بيكون عارف المهاره دي عباره عن ايه وبيستخدمها ازاي. وبيلاقي كمان زياده في نقاط القوه بتاعته، فبيفضل يشكر الساحره سيلفي علشان هي السبب في ارتفاع مستواه. وهي طبعا بتكون محرجه لانه عمال يشكرها وبتقول له ان انا واجبي اني احميك. وفجاه بيدخل عليهم هيكل عظمي وبيكون متوهج وكمان من النوع النادر، فبيقول لها يلا بينا نقضي عليه بسرعه. وبتعمل على طول سيلفي الحاجز السحر بتاعها، والهيكل العظمي زي العبيط بيجري على الحاجز ده ومش بيعرف يخترقه. وساعتها بيهجم عليه كايتو بالعصايه الجديده اللي هو اشتراها، لكن الهيكل العظمي مش بيحصل له اي حاجه. فبيتصدم ان هو استحمل قوه الضربه عكس باقي العفاريت اللي لما كانت بتتضرب بتموت على طول. وساعتها كايتو بيطلب من سيلفي انها تستخدم قدره البرق بتاعها علشان تقتله، وفعلا بتستخدم القدره السحريه بتاعتها وبتقدر ان هي تخلص عليه. ولما بيموت بيلاقوا مكانه حجر سحري، بس المره دي بيكون لونه احمر، وواضح كده ان النوع الاحمر ده نوع نادر جدا. لكن كالعاده بعد لما سيلفي بتقتل الهيكل العظمي ده بتكون جعانه، فبيضطر ان هو ياكلها الحجر السحري ده علشان يرجع الطاقه بتاعتها مره تانية. وفعلا لما الساحره سيلفي بتاكلها بتستغرب ان طعمها المره دي مختلف عن اي حجر سحري اكلته قبل كده. ولما بيرجع للموظفه وبيحكي لها على الحجر السحري الاحمر اللي هو لقاه، بتقول له ان الحجر ده نادر جدا وكمان سعره غالي قوي. فبيتضايق جدا ان هو اداه سيلفي علشان تاكله، وبيقول يا ريتني احتفظت بيه علشان كان زماني بعته. لكن وهو نايم بيقول مش مهم الحجر ده، واكيد هلاقي احجار تانية هتكون نادره، وطالما الساحره سيلفي موجوده معايا فاكيد هقدر ان انا اهزم اي وحش مهما كانت قوته. وتاني يوم لما بيروح معاها المغاره بيقول لها ان انا عاوز اقاتل المره دي لوحدي ومش عاوزك تيجي معايا. فبتقول له هو انا قصرت معاك في اي حاجه وليه عاوز تسيبني؟ فبيقول لها ان انت ما عملتيش اي حاجه، بس انا لازم اعتمد على نفسي لان بالمعدل ده مش هعرف ارفع مستوايا بشكل كبير. وبيقول لها ان انت عامله زي اختي الصغيره علشان كده قررت اديلك اسم جديد وهو اسم سيل. وهي طبعا لما بتسمع الاسم ده بيعجبها جدا، وخصوصا لما قال لها ان انت زي اختي الصغيره. وفجاه بتحس ان في عفريت قوي قريب منهم، وفعلا العفريت بيظهر على طول. لكن المره دي بيقرر هنا كايتو ان هو يتعامل معاه لوحده، بس للاسف كان قرار خاطئ جدا والعفريت بيديله علقه قويه جدا. واضطر ساعتها ان هو يصرف فلوس كتير جدا علشان يشتري علاج ليه. فقرر ان هو يرجع مغارات من مستوى منخفض علشان يقدر يجمع احجار كتير، وساعتها يقدر يستعين بقوه الساحره سيلفي، ولو قاعد يقدر يديها الاحجار دي علشان تاكلها ويرجع الطاقه بتاعتها مره تانية. وفعلا بيقدر ان هو يجمع احجار كتير جدا، وساعتها سيلفي بتقول له يلا بينا بقى نروح المستوى الثالث. لكن فجاه بياخدوا بالهم ان في سلايم لونه فضي وغريب جدا، وفعلا ساعتها سيلفي بتستخدم قدره البرق بتاعتها وبتقتله. لكن المره دي مش بيقع حجر سحري، وبيلاقي برضه بطاقه سحريه بس المره دي بتكون للشيطانه. فبيبدا كايتو ان هو يفكر وبيقول يا ترى استدعيها ولا لا، خصوصا ان معايا ساحره وما ينفعش الشيطانه والساحره يكونوا مع بعض في وقت واحد. لكن في النهايه بيقرر ان هو يستدعيها، وفعلا اول لما بيستدعيها بتخرج طاقه سحريه كبيره جدا وبرضه بيكون حجمها كبير. وبعد كده بنشوف
بنشوف الشيطانه دي بتعدي من جوه جسمه وبتختفي بعد كده، ولما بيفتح عينه مش بيلاقي اي حاجه قدامه، فبيتاكد ان الشيطانه برضه هتكون بنت قصيره جدا وموجوده تحتيه. وفعلا بنشوف الشيطانه دي عباره عن بنت صغيره جدا، وبنتعرف بعد كده على الشيطانه اللي طلعت لكايتو وبيكون اسمها لوسيريا. وطبعا كايتو بيكون رسم لها صوره تانية في خياله، لكن بتطلع في الاخر شبه الساحره سيلفي وأوزع على الاخر. وبعد كده الشيطانه لوسيريا بتقول له انت بقى السيد بتاعي، فبيبدا كايتو هنا ان هو يعرفها على نفسه، بس واضح ان لوسيريا بتكون مغروره على الاخر، وبتفضل تهزق في كايتو لحد لما الساحره سيلفي بتقول لها ما ينفعش تكلمي سيدك بالطريقه الوحشه دي. فبتقول لها لوسيريا ما تزعليش مني، بس هي دي طبيعه الشياطين ان لسانهم دايما طويل. وبيبدا كايتو يعرفها على الساحره سيلفي، فبتاخد بالها ان هي ساحره من النوع المحارب، وبترحب بيها الساحره سيلفي وبتقول لها ان انا وانتي هدفنا اننا نخدم كايتو ونساعده. لكن لوسيريا على طول بتقول لكايتو اديني بقى احجار سحريه علشان اكلها لاني جعانه جدا. وفجاه الساحره سيلفي بتاخد بالها ان في سلايم قريب منهم، لكن على طول لوسيريا بتروح من نفسها وبتستدعي السلاح بتاعها وبتستخدم سحر نار الجحيم وبتخلص على السلايم بكل سهوله. فبيتصدم هنا كايتو وبيعرف ان هي شيطانه قويه جدا، وبعد لما بتخلص عليه بتقول له روح هات الحجر السحري بقى واديهولي علشان اكله. وفعلا كايتو بيروح يديها الحجر السحري علشان تستعيد الطاقه بتاعتها، ولما بتاكلها بتطلب منه حجر سحري تاني علشان بتكون لسه جعانه، لكن كايتو مش بيرضى ان هو يديها، فبتقول عليه ان هو بخيل جدا. وبيبدا كايتو ان هو يتعرف على قدراتها السحريه، وبيعرف ان هي عندها قدره سحريه تانية قويه، وبيطلب منها ان هي تستخدمها وفي المقابل هيديها حجر سحري. وفعلا على طول لوسيريا بتروح ناحيه عفريت وبتستخدم التقنيه التانية بتاعتها اللي بيكون اسمها النفس الحارق، وعلى طول بتسيح العفريت ده وبتموته. لكن كايتو وسيلفي بيخافوا جدا من القدره التانية بتاعتها لانها بتكون مرعبه على الاخر. ولما بتاكل الحجر السحري بتاع العفريت بتتحمس على الاخر وبتقول له تعالى نوصل لمغارات من مستوى مرتفع علشان نقتل وحوش اقوى من كده بكتير جدا. لكن كايتو بيقول لها استني ما تستعجليش، لان احنا لو وصلنا للمستوى الثالث هنقابل وحوش قويه جدا وهيكونوا في مجموعات، علشان كده انا محتاج شويه اسلحه ومعدات علشان استعد للمستوى الثالث. وبيقول لها خلينا لحد بكره اكون ظبطت نفسي، لان باين عليكي ان انت مجهده جدا النهارده. وتاني يوم فعلا بيوصلوا للمستوى الثالث، وبيكون كايتو اشترى سلاح جديد، والسلاح ده بيضرب اسهم من بعيد وعامل زي المسدس، وبيقول ان السلاح ده غالي جدا وكلفني فلوس كتير. فلوسيريا بتتريق عليه وبتقول له مش معنى ان هو غالي يبقى سلاح قوي وهيفيدك. وبيلاقوا في المستوى الثالث كلاب الجحيم اللي بتكون قويه جدا، فبيقرر كايتو ان هو يجرب السلاح الجديد عليهم، لكن واضح ان كايتو بيكون احول ومش بيعرف يسيب الكلاب دي، فعلى طول بتطلع تهجم عليه، لكن الساحره سيلفي بتلحقه في اللحظه الاخيره وبتعمل الحاجز السحري، وعلى طول لوسيريا بتستخدم سحرها وبتولع في الكلاب دي وبتخلص عليهم. وبعد لما لوسيريا بتاكل الحجر الاول بتطلب ان هي تاخد الحجر بتاع الكلب الثاني، فبيقول لها ان احنا كده مش هيتبقى لنا حاجه، وبيقول لها بمجرد اننا نقتل عدد كبير جدا من الوحوش هديك الاحجار اللي انت عاوزاها. وفجاه بيلاقوا خنازير متوحشه بتطلع تهجم عليهم، لكن لوسيريا على طول بتستخدم سحر النار بتاعها وبتخلص على واحد بس، وبيكون لسه الخنزير التاني مكمل طريقه علشان يهجم عليهم، فبيقرر كايتو ان هو يقتله بالسلاح الجديد بتاعه. وبيركز كايتو المره دي وبيقدر ان هو يسيبه في عينه، لكن الخنزير مش بيستسلم وبيكون متعصب على الاخر، فبيخاف كايتو جدا منه وبيتكعبل وبيقع على الارض. فبتستعد الساحره سيلفي ان هي تقتله، لكن كايتو لما بيقع بيستخدم السلاح بتاعه وبينجح ان هو يضربه مره تانية ويخلص عليه. وبيتفاجئ بعد كده ان مستواه ارتفع للمستوى 11، وطبعا لوسيريا بتقول له ما تنساش المكافاه بتاعتي لاني جعانه على الاخر. وبعد كده بنشوف كايتو لما بيطلع من المغاره السحريه وبيكون ماشي مع نفسه، وبيقول لو كل مره هدي الاحجار دي لوسيريا ساعتها مش هيبقى لي اي حاجه علشان ابيعها ويبقى معايا فلوس كتير. واثناء طريقه بيسمع بعض المغامرين اللي بيقدروا ان هم يكونوا حزب لما بيوصلوا للمغاره اللي بتكون من المستوى السادس، فبيحلم ان هو في يوم من الايام يكون عنده حزب قوي زيهم ويقدر ان هو يوصل للمستويات المرتفعه دي. وبعد كده بنشوف الساحره سيلفي ولوسيريا بيساعدوه في قتل الوحوش اللي موجودين في المستوى الثالث، لكن كل شويه لوسيريا تطلب احجار سحريه علشان تاكلها اكتر من سيلفي، وساعتها سيلفي بتكون محرجه ان هي تطلب احجار زيها وبتكون مكسوفه على الاخر. وبعدها كايتو بيعتمد على لوسيريا اللي بتفضل تقتل عدد كبير جدا من الوحوش، لكن في الاخر بتاكل الاحجار السحريه بتاعتهم وكايتو مش بيستفيد اي حاجه. وبيحس ساعتها كايتو ان الساحره سيلفي عاوزه تقول له حاجه، بس واضح ان هي محرجه او مكسوفه. ولما بيكون في البيت بيستغرب وبيقول هو ليه الساحره سيلفي دايما بتتجنبني، ومش بيكون فاهم هي ليه اتغيرت، لكن بيبدا يحس ان الساحره
سيلفي بتغير من لوسيريا وخايف ان في يوم من الايام هما الاتنين يتحدوا بعض ويعملوا له ساعتها مشكله كبيره جدا. وبيفضل يفكر في الموضوع ده طول الليل، لدرجه ان هو لما بيقابل زميلته ساتي وهو رايح المدرسه بتاخد بالها ان هو مرهق جدا وما نامش كويس امبارح، ولما بتحاول تعرف منه ايه السبب اللي خلاه ما نامش طبعا بيخبي عليها وبيقول لها اي حوار علشان ما يقولهاش حكايه الساحره سيلفي والشيطانه لوسيريا. ولما بيوصل للمغاره بعد كده بيستدعي سيلفي وبيقول لها ان انا عاوز اتكلم انا وانتي على انفراد، وبيقول لها هو انت ليه الفتره الاخيره اتغيرتي وطباعك ما بقتش زي الاول، وبيقول لها هو انت مش بتحبي الشيطانه لوسيريا ومتضايقه منها؟ فبتقول له بالعكس هي كويسه جدا وطيبه معايا. لكن على طول هنا كايتو بيقرب من سيلفي وبيقول لها ان انت مهمه جدا بالنسبه لي ولو في حاجه مخبيها عليا يا ريت تقولي لي. فبتبدا سيلفي ان هي تعترف له وبتقول له ان انت على طول لطيف مع لوسيريا، ولما بتطلب منك احجار سحريه علشان تاكلها بتديها على طول من غير تردد، وانا بصراحه ببقى محرجه ان انا اطلب الاحجار دي رغم ان انا بكون جعانه. فبيعرف هنا كايتو ان سيلفي بتغير منها جدا وبيقول لها من هنا ورايح هعملكم انتوا الاثنين زي بعض. وفعلا بيبدا هنا كايتو ان هو يعملهم هما الاثنين زي بعض، ولما بيدي لوسيريا الحجر السحر علشان تاكله بيدي الساحره سيلفي برضه حجر زيها علشان ما تزعلش بعد كده، وبيبدا يعتمد عليهم هما الاثنين في قتل الوحوش. وبعد لما الساحره سيلفي بتخلص على خنزير متوحش بتلاحظ ان مستواها ارتفع للمستوى الثاني، وساعتها بتكون مبسوطه على الاخر وبتجرب قوتها الجديده على كلاب النار اللي موجودين في المستوى الثالث، وبتقدر ان هي تقتل 3 مره واحده بضربه البرق بتاعتها. وبيجرب كمان الحاجز السحري بتاعها وبيخلي خنزير متوحش يهجم عليهم، وبيلاحظ ان الحاجز بيصمد لمده اطول من الاول بكتير، وبتكون الشيطانه لوسيريا هتخلص على الخنزير، لكن كايتو هنا بيقرر ان هو يقتله بالمسدس بتاعه وبياخد الاحجار السحريه وبيديها كلها لسيلفي، وبيقول للوسيريا ان انت النهارده ما عملتيش حاجه علشان كده ما تستحقيش اي احجار خالص. ولما بيرجع كايتو للموظفه علشان يبدل الاحجار السحريه بتاعته بتلاحظ ان الفتره الاخيره بيجي لها بعدد احجار قليل جدا، وده طبعا لانه عمال ياكل سيلفي ولوسيريا كل الاحجار بتاعت الوحوش اللي هو بيقتلها. فبيقول لها معلش اصل انا الفتره دي كنت تعبان شويه بس اوعدك المره الجايه اني هجيب احجار كتير. وبيقرر بعد كده ان هو يرجع للمستوى الاول بتاع السلايم ويقتل عدد كبير جدا بنفسه عن طريق المبيد الحشري علشان يقدر يجمع احجار كتير وياكل بيها لوسيريا وسيلفي. ولما بيرجع لها مره تانية بتقول له هو انت ليه بدات تجمع الاحجار السحريه بتاعت السلايم؟ فبيقول لها ان انا حبيت استرجع الذكريات بتاعتي في المستوى الاول. فبتقول له انا كنت فاكراك انك هتحب تروح المستوى الرابع. فبيقول لها ان انا ما ينفعش اروح دلوقتي قبل ما اشتري معدات كتير ليا. ولما بيدخل يتفرج على المعدات بيكون نفسه يشتري درع قوي جدا لكن سعره بيكون غالي على الاخر. وتاني يوم لما بيوصل للمغاره بيلاقي سلايم من نوع نادر جدا، فبيخلي لوسيريا وسيلفي يتعاونوا مع بعض هما الاثنين وبيستخدموا قدره البرق والنار مع بعض علشان يخلصوا على السلايم. لكن لما السلايم ده بيموت بيلاقي كره سحريه بدل الاحجار اللي كانت بتقع منهم، وبيكون فرحان جدا بالكره السحريه دي وبيقول اخيرا هكون ساحر قوي، وبيكسر الكره السحريه دي علشان يستخدم الطاقه بتاعتها. وبيعرف بعد كده ان هو اتعلم تعويذه مائيه جديده، وبيلاقي بعد كده كلب ناري فبيقرر ان هو يجرب التعويذه الجديده اللي اتعلمها، لكن بيطلب من سيلفي ان هي تعمل الحاجز الاول علشان لو التعويذه ما جابتش اي نتيجه مع الكلب ده. وفعلا سيلفي بتعمل الحاجز وعلى طول هنا كايتو بيعمل تعويذه الميه وبيضربها على الكلب لكن بتكون ضعيفه جدا، وحرفيا الكلب مش بيحصل له اي ضرر خالص. ولما الكلب بيهجم عليهم على طول لوسيريا بتتدخل وبتخلص عليه بسحر النار بتاعها، وبعدها كايتو بيكون متضايق جدا وزعلان ان تعويذه الميه بتاعته ضعيفه على الاخر. فبتقول له سيلفي ان انت محتاج شويه تدريب وساعتها هتكون قويه على الاخر. وبالليل وهو مروح بيكون عمال يفكر في التعويذه الكحيانه بتاعته وبيقابل ساتو اللي بتلاحظ ان هو على طول متغير وبرضه على طول عمال يكذب عليها وبيقول لها اي حوارات وبتضطر ان هي تصدقه. وتاني يوم بنشوف كايتو عمال يتمرن على تعويذه الميه وبيحاول ان هو يتحكم فيها ويزود قوتها، لكن بتكون لسه التعويذه ضعيفه جدا ورغم كده بتستهلك طاقه كبيره منه. لكن كايتو مش بييأس وبيحاول مره تانية وفعلا بيقوي التعويذه شويه، وبنشوفه بعدها بيقع على الارض من كتر التعب. وكمان بنشوفه في البيت نايم طول الوقت، لكن بيفتكر زمان وهو صغير انه كان نفسه يكون قوي جدا زي المغامرين اللي كان بيشوفهم في التلفزيون، فبيصمم على حلمه ان هو ما يستسلمش ابدا وبيبدا ان هو يتمرن اكتر من مره وبيقدر فعلا يزود قوتها، لكن برضه بيحس بتعب شديد جدا بعد كل تدريب. وبعد لما بيزود قوتها بيحاول ان هو كمان يتحكم في شكلها ويعملها مثلا على شكل مربع او مثلث، وبينجح فعلا ان هو يعمل كده بتشجيع سيلفي ليه. وبنشوفه وهو بيخرج من المغاره بيكون تعبان جدا ومش مركز فبيتكعبل في بعض المغامرين، لكن كايتو بيقول لهم ان انا كويس وما فيش اي حاجه، لكن برضه هم بيكونوا قلقانين عليه جدا وبيقولوا له خلي بالك لان المغارات دي خطيره جدا والوحوش اللي موجوده فيها قويه. وطبعا من التعب الشديد بتاع كايتو بنشوفه نايم في الفصل والمدرسه بتفضل تزعق له
لانه مفيش مره بيحضرها وهو صاحي. حتى زميلته ساتو بتكون مستغربه ان هو ليه بينام معظم الوقت كده ومش بيحضر اي حصه خالص. وبعد الحصه بيجوا زمايله وبيطمنوا عليه، فبيقول لهم ان انا كنت بتدرب على مهاره قويه جدا في احد المغارات وبحاول ان انا اتقنها بشكل كويس. واثناء كلامه معاهم بتوصل ساتو وبتقول له ان انا سمعت ان انت لسه بتروح المغارات السحريه دي، واكيد هي السبب اللي بتخليك تعبان وبتنام طول الحصه. لكن برضه بيفضل يضحك عليها وبيحور وبيقول لها اي مواضيع علشان ما تصدقش. وبعد كده بنشوفه بيستخدم تعويذه الميه على واحد من العفاريت وبيديله كره في بقه، حرفيا بيسد نفسه وبيخليه يموت من الخنقه. وبتقول له سيلفي ان دي الطريقه اللي تقدر تستخدمها علشان تقوي بيها المهاره بتاعتك مؤقتا. لكن بيستغرب ان هم مهما قتلوا عفاريت موجودين في المستوى الثالث المستوى بتاعه مش بيرتفع، فبيقول ان انا لازم ادخل مغارات من مستوى مرتفع علشان اقابل وحوش قويه جدا وترفع مستواي. وبيقول كايتو اكيد طبعا قبل ما ادخل المستوى الرابع لازم اشتري البدله اللي انا شفتها على الانترنت وكان نفسي فيها، وفعلا بيشتريها وبيلبسها وبيكون فرحان بيها على الاخر. وبنشوف لوسيريا بتقول له هو انت واثق في البدله اللي انت لابسها دي، وهل فعلا هتقدر تحميك من الوحوش القويه؟ فكايتو هنا بيقول لها اوعي تستهيني بالبدله اللي انا جايبها دي لانها غاليه جدا وكمان فيها قدرات عظيمه، زي مثلا ان انا لو اتضرب عليا سهم وانا من غير البدله اكيد هموت، لكن لو اتضرب عليا سهم وانا بالبدله القويه دي مش هحس باي حاجه ابدا. وكمان بيوريها اسوره موجوده في ايده وبيقول لها انها بتزود قوه التعويذ لو انا استخدمتها وبتخليها اقوى بكتير جدا. وبيبدا كمان يوريهم جرعات هو اشتراها علشان تعالجه من الاصابات. لكن لوسيريا بتسحب سيلفي وبتقول لها واضح ان هو موهوم جدا بالبدله اللي معاه وشكله مع اول وحش هيقابله هياخد علقه كبيره. وبيوصلوا بعد كده المغاره من المستوى الرابع وبتلاحظ سيلفي ان في حاجه غريبه ووحش قوي جدا موجود هناك. واول لما الوحش ده بيظهر لهم حرفيا بيكون عباره عن صرصار ضخم، فطبعا سيلفي ولوسيريا بيكونوا مش بيحبوا الحشرات. وبنعرف ان المغاره من المستوى الرابع بتكون كلها عباره عن وحوش زي الحشرات بالظبط، فلوسيريا وسيلفي بيستخدموا قوتهم وبيخلصوا عليهم كلهم. وطبعا كايتو مصدوم ومش عارف هم ليه بيعملوا كده. لكن بعدها سيلفي بتجري على كايتو وبتقول له خرجنا من المغاره دي بسرعه وتعالى نروح مغاره تانية ما فيهاش حشرات زي دي. فبيقول لهم ان انتوا قتلتوا كل الحشرات اللي موجودين في المستوى الرابع علشان كده احنا موجودين دلوقتي في المستوى الخامس. وبيوريهم كل الاحجار بتاعت الحشرات اللي هو جمعها. واول لما سيلفي ولوسيريا بيبصوا على الاحجار دي بيكونوا مش عاوزين ياكلوها لانها من حشرات، لكن الجوع بيكون قاسي قوي عليهم فبيضطروا ان هم ياكلوها غصب عنهم. وبيكملوا استكشاف بعد كده للمغاره اللي من المستوى الخامس وبيلاقوا وحشين شكلهم غريب جدا. ولما كايتو بيستخدم مسدس الاسهم بتاعه بيلاحظ ان الاسهم بتعدي فيهم ومش بيحصل لهم اي حاجه، وبيفضل يضرب عليهم الاسهم لكن بدون اي فايده. فوحش منهم بيهجم عليه لكن سيلفي على طول بتعمل الحاجز السحري وبتحميه. وبيعرف بعد كده كايتو ان الهجمات الجسديه مش بتنفع مع الوحوش دي، فبيطلب من لوسيريا ان هي تخلص عليهم وفعلا بتقتلهم عن طريق قوه النار بتاعتها. وبعدها كايتو بيقول لهم ان انا معيش غير الاحجار دي اللي انتوا هتاكلوها، فبيضطروا ان هم ياكلوها مره تانية غصب عنهم. واثناء طريقهم سيلفي بتلاحظ ان في حاجه غريبه موجوده ورا الحيطه، لكن لوسيريا مش بتحس باي حاجه وبتقول ان الوضع طبيعي جدا. لكن سيلفي بتصر ان في حاجه غريبه وانهم لازم يكسروا الحيطه دي. وفعلا سيلفي بتكسرها عن طريق قوه البرق، وبيلاقوا ان ورا الحيطه في بوابه غريبه جدا وسريه. ولما بيدخلوها كايتو بيحذرهم ان المغارات السريه دي بيكون فيها فخاخ كتير جدا فلازم ياخدوا بالهم كويس. لكن لوسيريا بالغلط بتفعل واحد من الفخاخ فبيخرج سهم قوي جدا ناحيتها، لكن كايتو بيجري بسرعه وبياخد السهم بدلها. وطبعا بفضل البدله الجديده اللي هو اشتراها ما حصلهوش اي حاجه. لكن الغبيه لوسيريا بتفعل نفس الفخ مره تانية، ولما بيحاول كايتو ان هو يبعدها بيقع في فخ تاني وبيتكهرب. وبيوصلوا في الاخر لباب ضخم جدا وعملاق، فكايتو بيخاف وبيقول لهم يلا بينا نرجع بسرعه. لكن سيلفي بتقول له ان في حاجه غريبه جدا موجوده ورا الباب ولازم ندخل. وبتستخدم برضو قدره البرق بتاعتها وبتفرتك الباب كله. واول لما بيدخلوا بيلاقوا وحشين ضخمين جدا، واحد فيهم شبه الغول والتاني شبه السلايم الضخم، فبيعرفوا ان هم دول زعماء المغاره اللي هم موجودين فيها. وبيقول لهم كايتو اننا نهزم الغول الضخم ده الاول وخلي السلايم في الاخر. وبنشوف سيلفي ولوسيريا بيتحدوا مع بعض وبيستخدموا قوتهم هما الاثنين على الوحش الغول ده، لكن للاسف بيكون من غير اي فايده خالص ومش بيحصل له اي خدش حتى. وبيعرفوا ان الغول ده بيكون ضد الهجمات السحريه كلها، وساعتها الغول بيهجم عليهم بالشومه اللي معاه، لكن سيلفي بتعمل الحاجز السحري وبيقول كويس ان هو شغال ضده. وساعتها هنا كايتو بيقرر ان هو يستخدم المسدس اللي معاه، وفعلا اول لما بيضربه بيلاقي الغول ده فعلا بيتاثر، وبيعرف ان الهجمات الجسديه هي الوحيده اللي بتاثر فيه لحد لما بيخلص الاسهم اللي معاه كلها، لكن بيكون لسه الغول على قيد الحياه. وبيفضل ساعتها الغول يضرب في الحاجز ده علشان يكسره. وبنشوف كايتو بيقول ان انا ما قداميش حل غير اني استخدم تعويذه الميه بتاعتي، بس هخلي الاسوره انها تقوي الفاعليه بتاعتها. وفعلا الاسوره بتخلي
بيخلي تعويذة المية بتاعته دي بتبقى قوية جدا وزي الحجر، ولما بيضربها على الغول فعلا بيتأثر بالضربة، لكن بيحاول ان هو يخليها برضه اقوى من الاول ويغير شكلها بحيث ان هي تبقى على شكل سهم وتأثر فيه بشكل اقوى، وبيفضل يضرب الغول بالاسهم الثلجية دي لحد لما بيموت. وساعتها مش بيكون فاضل غير السلايم، فبيخلي لوسيريا تستخدم سحر النار عليه، بس السلايم بيكون سريع جدا وبيصد هجمتها، وبيكون لسه هيضرب لوسيريا، لكن كايتو بيتدخل وبيصد الهجوم بتاعه بالدرع. وبعدها السلايم بيقرب منهم مرة تانية، لكن كايتو بيفضل يصد ويحاول يوقفه بالدرع اللي معاه لحد لما الدرع بيبدأ يسيح على الاخر. فبيطلب من سيلفي انها تستخدم تقنيتها الجديدة بعد لما مستواها ارتفع، فبتستدعي سيلفي الرمح السحري وعلى طول بتهجم على السلايم ده وبتخرقه نصين، لكن بيكون لسه السلايم على قيد الحياة وما ماتش. فبيقرر كايتو ان هو يتراجع لان مفيش اي حاجة يعملوها معاه، بس برضه بيفتكر المغامرين الاقوياء وبيقرر ان هو ما يستسلمش ابدا، وبيجري على طول ناحية السلايم وبيطلع المبيدات الحشرية اللي معاه وبيفضل يرش عليه، وبيقول ان هو في الاول وفي الاخر سلايم زي كل السلايم اللي انا قتلتهم قبل كده بالمبيد الحشري. وطبعا سيلفي بتفضل عامله الحاجز السحري اثناء لما بيكون بيرش عليه المبيد الحشري لحد لما بينجح في الاخر ان هو يخلص عليه، وبيطلع المشروب السحري بتاعه علشان يعالج الاصابات بتاعته. في الوقت نفسه بيلاحظ ان لوسيريا مستواها ارتفع برضه للمستوى الثاني، ولما بيبص على الحاجات اللي وقعت من الوحوش اللي قتلها من شويه بيلاحظ ان في حجر نادر جدا اول مره يشوفه، وكمان سكينه سحريه شكلها غريب جدا. ولما بيرجع بعد كده للموظفه بتكون اول مره تشوف الحجر ده، وبتقوله ان هو بيساوي فلوس كتير جدا، وبتقوله بما انك بقيت مغامر قوي جدا كده فايه رايك تنضم لباقي المغامرين اللي هيستكشفوا المغاره من المستوى السابع، وبتقوله ان احنا مستعدين نضمك لاي فريق لو انت حابب تنضم ليهم. وفعلا كايتو بيوافق وبيحب يشارك معاهم، وبيوصل الفصل وبيفضل يقول لاصحابه ان انا قريب جدا هدخل مغاره من المستوى السابع، وطبعا بيكونوا منبهرين جدا بقوته. وبيوصل بعد كده للنقابه علشان يدور على الفريق بتاعه، وبيلاقي 3 بنات بيكونوا هم البنات اللي قابلوه قبل كده لما كان راجع من المغاره وكان تعبان على الاخر، وبنشوفهم بعد كده ماسكين في ايد بعض وبيستعدوا ان هم ينتقلوا للبوابه السابعه عن طريق تقنيه الانتقال الآني. وفعلا بيوصلوا للمغاره اللي بتكون من المستوى السابع، ودي بتكون اول مره كايتو يجرب فيها تقنيه الانتقال الآني وكان خايف جدا. وبيكون في متجر موجود هناك علشان اي حد محتاج حاجه يشتريها قبل ما يبدا في استكشاف المغاره، وساعتها بيستغربوا ان كايتو عمال يشتري معدات كتير جدا، وبيقول لهم كايتو هو انتوا ليه مش هتشتروا اي حاجه خالص من هنا؟ لكن بياخد باله ان هم معاهم شنطه سحريه بيكونوا شايلين فيها كل الادوات اللي هم محتاجينها، لكن الشنطه دي بيكون سعرها غالي، وكايتو بيقول لهم انتوا منين جبتوا الشنطه دي وهي محتاجه فلوس كتير جدا. فبيعرف ان اهليهم هم اللي اشتروا لهم الشنطه دي، فبيقول لهم ان انتوا من عائلات غنيه جدا وانا الوحيد الكحيان اللي موجود وسطكم. وبيستعدوا كلهم علشان ينطلقوا في استكشاف المغاره، واثناء طريقهم كايتو بيسال وبيقول لهم ايه نوع الوحوش اللي موجوده هنا في المغاره، فبيقولوا له في الاغلب كل الوحوش اللي هنا من نوع العفاريت. وبيبدا كايتو يتعرف عليهم، وبنلاقي ان القائده بتاعتهم اسمها ايري وبيكون الليفل بتاعها ليفل 18، وبنتعرف بعد كده على البنت التانية اللي بيكون اسمها هيكاري بس بتكون من المستوى ال15، والبنت الاخيره اللي اسمها ميكو وبتكون برضو من المستوى ال15. بس ميكو بتقول لكايتو ان هيكاري رغم انها من المستوى ال15 لكن نسبه المانا اللي عندها مرتفعه جدا. وفجاه اثناء كلامهم مع بعض بنشوف مجموعه من الصخور طايره في الهواء فوقيهم، وبتبدا الصخور دي ان هي تتجمع، وبيظهر فجاه عفريت صخري. فعلى طول القائده ايري بتقرر ان هي تواجهه، وبتطلب من ميكو ان هي تحمي هيكارين، وبتقول لكايتو ان انت خليك معايا علشان تساعدني. وفجاه بنشوف ايري طلعت تهجم على العفريت الصخري وبتفضل تضرب فيه لحد لما بتنجح ان هي تهزمه بكل سهوله. فكايتو هنا بيتفاجئ ان هي قويه جدا وانه ما قدرش يساعدها باي حاجه خالص. وبعد لما بتاخد الحجر السحري من العفريت الصخري بيتصدموا ان في عفريت برونزي ظهر قدامهم هو كمان. فبتطلب ايري من هيكارين ان هي تستخدم سحر الموجات الارضيه، وفعلا هيكارين بتبدا ان هي تعمل التعويذه بتاعتها، وساعتها بنشوف الارض اللي تحت العفريت البرونزي بتبدا ان هي تتحول لميه وبتسحبه. وميكو ساعتها بتستدعي الوحش السحر الخاص بيها، وبنشوفه عمال يهجم على العفريت البرونزي ده وبيضربه بالسحر بتاعه. وبتستغل هيكارين الفرصه وبتستخدم تعويذه جديده ناريه وبتضرب كره نار قويه على العفريت البرونزي. وعلى طول القائده ايري بتجري عليه وبتقوم مدياه ضربه قويه جدا بتفنشه، ويا عيني مش بيلحقوا ياخدوا نفسهم بيتصدموا بعفريت حديدي ظهر وراهم هو كمان. فبيستخدم كايتو مسدس الرمح بتاعه وبيضربوا بيه، لكن للاسف بدون اي فايده خالص. وبيكون لسه الوحش بيهجم على هيكارين، لكن على طول ايري بتتدخل وبتصد الضربه بتاعته وبتهجم عليه بالسلاح اللي معاها، لكن مش بيأثر فيه خالص، وبتعرف ان هو عفريت قوي جدا. حتى كره النار السحريه بتاعت هيكارين مش بتأثر فيه خالص. والوحش السحر بتاع ميكو لما بيقرر يهجم عليه بياخد ضربه هو كمان بيتركن
على جنب. فكايتو هنا بيقول ما بيديهاش، وبيقرر يستدعي سيلفي ولوسيريا علشان يساعدوه في قتل الوحش، لكن بتقع منه السكينه السحريه اللي لقاها اخر مره. فبيقرر ان هو يستخدمها، وبيقول لهيكارين استخدمي التعويذه الارضيه علشان تثبته وما يتحركش، وبيطلب كمان من ايري انها تلفت انتباهه لحد لما يهجم عليه من وراه ويضربه، وفعلا بينجح ان هو يديله طعنه بالسكينه اللي معاه، وبنشوف الوحش مات في ساعتها. وطبعا لما بينجح كايتو ان هو يخلص عليه بيتصدموا بقوته الكبيره، وبيقولوا له ما انت طلعت شبح اهو يا معلم. وبعد كده لما بيخلصوا المغاره وبيكونوا قاعدين مع بعض، كايتو هنا بيسال ميكو عن الوحش السحري بتاعها، فبتقول له ان انا لقيته بعد لما قتلت وحش في مغاره معينه. وبيتصدم كمان لما بيعرف ان الوحوش السحريه دي مش بتظهر على الكاميرات اللي موجوده في المغارات السحريه، وبيقول علشان كده محدش سالني على سيلفي ولوسارين قبل كده لما كنت بستدعيهم. وبعد كده ايري بتتكلم مع كايتو وبتقول له بما انك شبح في نفسك وقوي جدا كده، ايه رايك تنضم للحزب بتاعنا وتكون واحد من الفريق؟ وبتقول له لما تنضم معانا هنقدر اننا نختم كل البوابات اللي موجوده ونوصل لمستوى مرتفع جدا. فطبعا كايتو بيكون محرج يرد عليهم، وبيفتكر على طول سيلفي ولوسارين لانه لسه ما قالهمش عليهم خالص. وبيقول لو انا استدعيت سيلفي ولوسارين قدامهم ساعتها ممكن يفتكروا ان انا ماشي مع بنتين صغيرين، وممكن بالمنظر ده اترمى في السجن، وبيكون خايف ان هو يجيب سيرتهم قدامهم. فبيقول لهم ان انا محتاج شويه وقت علشان افكر في موضوع الانضمام للحزب بتاعكم ده، وهرد عليكم في اقرب وقت. ولما بيستدعي بعد كده سيلفي ولوسارين بياخد باله ان هم شكلهم متضايق ومش طايقينه خالص. ولما بيقول لهم على موضوع الحزب اللي هو عاوز ينضم له، بيقولوا له هو احنا قصرنا معاك في حاجه؟ وشكلك كده عاوز تتخلى عننا ومش عاوز تاكلنا الاحجار السحريه بتاعه الوحوش. وبيقولوا له ان احنا مش عاوزين حد خالص يبقى معانا، ومفيش اي داعي علشان نزود عددنا. وفجاه بياخد باله ان لوسيريا عماله تزعق له وبتقول له ان انت على طول بتدلع سيلفي ومسميها سيل وانا بتناديني باسمي. فبيحس ان هي بدات تغير، وبيقرر ان هو ما يناديهاش باسمها بعد كده ويدلعها ويسميها لوسي. فبيعجبها الاسم جدا وبتكون ماشيه منشكحه على الاخر. فكايتو بينادي عليهم وبيقول لهم طب بالنسبه لموضوع الحزب ايه، لكن ما بيردوش عليه وبيسيبوه يمشوا. وبعد كده بنشوفه لما بيخلص المدرسه بتاعته بيقابل زميلته كاتسو، وبتقول له لو انت فاضي النهارده يا ريت تخرج معايا ونتمشى شويه. فبيوافق على طول ومش بيحب يزعلها. واول لما بيروحوا مول بتلاحظ ان هو مركز جدا مع اي اخبار لها علاقه بالبوابات السحريه. وبعد كده بيكملوا تمشيه، وكاتسو هنا بتشتري هدوم، وكمان بيتمشوا شويه في الميه وبيقعدوا يشربوا عصير مع بعض وبيقضوا يوم جميل. وبعد كده بيعرفوا ان في عرض كبير هيتكلم على البوابات السحريه اللي ظهرت في العالم عندهم، وبيقرروا ان هم يروحوا يحضروه. لكن اول لما بيوصلوا قدام المكان اللي هيحضروا فيه العرض بيستغرب ان كاتسو بتقف مكانها وبتكون زعلانه جدا. وبيعرف كايتو ان ابو كاتسو دخل مغاره قريبه من المكان ده، ولسه لحد دلوقتي محدش يعرف عنه اي حاجه. وبتفتكر على طول ذكرياتها معاه، وبتقول انا مش عارفه ليه الناس بتغامر بحياتها وبتدخل البوابات السحريه. وبتحس ان هي عكننت على كايتو، وبتقول له خلاص يلا بينا نروح، شكلي قفلت لك اليوم خالص. بس كايتو هنا بيتحمس وبيقول ان انا لازم اكون مغامر قوي جدا زي ابوها، وفي يوم من الايام هخلي كاتسو فخوره بيا على الاخر. وتاني يوم بنشوف كايتو عمال يتمرن وبيحاول يدمج تعويذة المية بتاعته مع السكينة السحرية اللي لقاها، وبينجح فعلا ان هو يدمجهم مع بعض، وبيقدر ان هو يعمل سيف تلجي وعلى طول بيهجم بيه على وحش صخري وبيقوم قطعه نصين. فبتتصدم لوسيريا وسيلفي من القوة الكبيرة اللي بقت عند كايتو، وفجأة بتقول لوسيريا واضح كده ان انت بتزود مهاراتك علشان تعجب بنت معينة. وطبعا هو بيعمل كده علشان خاطر كاتسو، فبيقول لها هو انت عرفت منين؟ فبتقول له احساسي وما تسألش اكتر من كده. وبنشوف سيلفي طلعت تجري عليه وبتقول له هو انت لو انضميت للحزب بتاعهم هل هتتخلى عننا ولا هنفضل موجودين معاك؟ ولما بيعرفوا ان الحزب اللي هو عاوز ينضم ليه فيه 3 بنات بس، فبيقولوا له هو احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ ولو شايفنا مقصرين في اي حاجه يا ريت تقول لنا على طول. فبيقول لهم ان الموضوع ملهوش علاقه بيكم خالص. فبتقول له لوسيريا ان انت مش عاوز تاكلنا الاحجار السحريه علشان كده عاوز تتخلى عننا، وواضح عليك انك بخيل وما تستحقش انك تعيش. وبتستدعي العصايه السحريه بتاعتها وبتقرر ان هي تقضي عليه، لكن بيقول لها اهدي شويه وبطلي العبط ده، وانا مستعد ان انا ما انضمش لاي حزب واديكم كل الاحجار السحريه اللي انتوا عاوزينها ببلاش. فبتوقف على طول السحر بتاعها وبتقول له ايوه اظبط كده علشان ما ظبطكش. لكن سيلفي بتكون طيبه وبتقول للوسيريا اننا لازم ندعم السيد بتاعنا في اي قرار هو عاوزه. فبتقول للوسيريا خلاص ما عنديش اي مشكله ان انت تنضم للحزب، لكن يا ريت كل فتره كده تدينا احجار سحريه علشان ناكلها. وبتساله سيلفي وبتقول له هو انت ليه اصلا من الاساس عاوز تنضم لحزب تاني غيرنا؟
فبيقول لها ان انضمامي لاي حزب جديد اكيد هيرفع من قدراتي وهقدر اتعلم منهم حاجات كتير جدا. فبتفرح جدا وبتقول ان انا اهم حاجه عندي انك تكون قوي. فبيقول لهم ان انا قررت اني انضم لهم الاسبوع اللي جاي. وبعد كده بنشوف كايتو قاعد في البيت وبيكون متردد جدا ان هو يتصل بالقائده ايري علشان يقول لها ان هو قرر ينضم ليهم. لكن فجاه كاتسو بتتصل بيه وبتقول له ان انا عاوزاك في موضوع مهم. فبيقرر ان هو يسالها وبيقول لها لو انا محرج اتصل باي حد او اقول له حاجه معينه مهمه يا ترى اعمل ايه علشان اتخلص من التوتر اللي انا فيه. فبتقول له ان ابويا علمني ان انا احرك خدي بايدي كده اكتر من مره وبكده هقدر اقضي على التوتر والخوف. وفعلا بيجرب الطريقه دي وبيتصل بايري. فبتقول له انا مبسوطه ان انت اتصلت بيا اخيرا وهل قررت انك تنضم للحزب بتاعنا. فبيقول لها خلينا نتقابل في المهمه بتاعتنا نهايه الاسبوع وساعتها هقول لكم كل حاجه. وفعلا لما بيقابلهم بيقرر ان هو يكون في وضعيه القياده وبيطلب من هيكارين ان هي تستخدم تعويذه موجات الارض. وكمان بيطلب من هيكارين ان هي تستدعي الوحش بتاعها علشان يلفتوا انتباه الوحوش الصخريه اللي واقفه قدامهم. وفعلا بينفذوا الاوامر بتاعته. وساعتها كايتو بيدمج السكينه السحريه اللي معاه مع تعويذه الميه وبيستدعي السيف الجليدي وبيهجم على اول وحش صخري وبيقضي عليه. وبعدها بيهجم على الوحش الصخر التاني وبيقتله. وعلى طول بعد كده بيطمن عليهم. فبيلاقي ان القائده ايري على طول بتهجم بالسلاح بتاعها على وحش صخري وبتخلص عليه هي كمان. فطبعا بيروحوا له وبيكونوا منبهرين جدا بقوته وانه قدر يتقن تعويذه الميه بشكل قوي جدا وكمان قدر ان هو يدمجها مع السكينه السحريه بتاعته. وكايتو هنا بيكون محرج من كميه المدح الكبيره عليه وبيقول لهم ان انا ولا حاجه جنب قوه ايري. وبتقول له ايري ان انا قضيت وقت كبير جدا في التدريب علشان اقدر اخلي السلاح بتاعي جزء مني واقدر استخدمه بشكل كويس. وتقريبا بعد المجهود الكبير بتاع كايتو ده بيبدا ان هو يحس بالجوع وبيقول لهم ان انا ما اكلتش حاجه من الصبح. ولما بيروح البيت بيكون تعبان على الاخر لكن بيكون فرحان ان هو خلص المستوى السابع وبكره هيبدا في استكشاف المستوى الثاني من المغاره السحريه. وتاني يوم لما بيروح يقابلهم بيستغربوا ان هو لابس سترة نجاه وبيقولوا له هو انت خايف من الميه ولا ايه. وبنعرف ان البوابه الثامنه بتكون بوابه مائيه وفيها وحوش مائيه كتير جدا وبيفضلوا يتنمروا عليه وبيقولوا له واضح ان انت مش بتعرف تعوم خالص علشان كده لابس سترة النجاه دي وجايبها معاك. فبيقول لهم بالعكس انا بعرف اعوم كويس جدا بس انا قلت اجيبها احتياطي علشان الوحوش اللي هناك خطيره جدا. وبيقول لهم ان هي مش سترة عاديه خالص وكمان بتقدر ان هي تحميني من الهجمات السحريه. واول لما بيوصلوا المغاره بيستغرب هنا ان الوحش بتاع ميكو بيقدر ان هو يحدد اماكن الوحوش زي سيلف بالظبط. وفجاه بيحسوا ان في وحش هيظهر قدامهم من تحت الميه وفعلا بيظهر وحش السمندل اللي على طول بيحدف سم على كايتو وبيجي على السترة اللي هو لابسها وبيحرقها. فبتقول له ايري يقلع البدله بسرعه قبل ما تتحرق وبيزعل جدا على السترة اللي هو اشتراها بفلوس كتير وما لحقش يتهنى بيها خالص. وبيبدا السمندل ان هو يهجم عليه فكايتو بيتوعده ان هو هيخلص عليه بسرعه لكن بيتفاجئ بسهم رشق في دماغ السمندل وقتله على طول. وبتكون ميكو هي اللي عملت كده وفرحانه بالسلاح اللي هي اخدته من كايتو. فبيقول لها واضح انك بتعرفي تنشلي كويس جدا. فبتقول له بالعكس دي اول مره استخدم فيها السلاح بتاعك. وبنشوفهم بعد كده بيقابلوا وحوش مائيه كتير وبيطلعوا يهربوا منها لحد لما بيكون في اخطبوط بيمسك كايتو وعمال يلف فيه وبيحدفه في الميه. فبيفضل يصوت وبيدور على اي حد ينقذه لانه خايف يغرق. لكن ايري على طول بتقرب منه وبتقول له ان الميه اللي انت فيها دي مش غريقه وتقدر تقف عادي. فبيحاول يغير الموضوع وبيقول هو الاخطبوط راح فين علشان اقتله لكن هيكارين بتكون ولعت فيه عن طريق تعويذه النار بتاعتها. وفجاه بيظهر قدامهم مجموعه كبيره من الاسماك المتوحشه اللي بتفضل تهجم عليهم لكن كايتو عن طريق المسدس اللي معاه وباقي اصدقائه بيبداوا ان هم يقطعوا في السمك ده ورا بعض. وبيستغربوا ان اعداد السمك المتوحش دي كتيره جدا والذخيره اللي مع كايتو بتخلص. فبيستخدم السكينه السحريه وبيدمجها بتعويذه الميه وبيبدا ان هو يقطع في باقي السمك لحد لما بيتعب على الاخر والمانه كلها بتاعته بتخلص وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي المانه بتاعته رجعت له مره تانية عن طريق المانه الزياده اللي موجوده مع هيكارين. وفجاه الوحش بتاع ميكو بيبدا ان هو يصوت وحاسس بخطر كبير وبيتفاجئوا بعد كده ان في وحش ضخم طالع من تحت الميه وبيكون ديناصور متوحش قوي جدا وعملاق. وبيستغربوا ان ديناصور عملاق زي ده المفروض ما يظهرش في المستوى الثامن وعلى طول يا معلم كلهم بيطلعوا يجروا منه وبيكونوا خايفين. وبيطلع يجري وراهم الديناصور وبيفضل يخبط في الكهف وبيكسره لحد لما بيوقع لهم البوابه اللي هم دخلوا منها وبيقفلها. فبيقولوا ما بدهاش بقى يا معلم ولازم نواجه الوحش ده علشان نخلص منه. وبيطلب كايتو بعد كده من ميكو ان هي تخلي الوحش بتاعها يهجم عليه في
الوقت نفسه هيكارين تستخدم السحر الارضي بتاعها علشان تقدر تثبته، وكمان بيطلب من ايري ان هي تهجم عليه وتشتته لحد لما هو يطبق نفس الخطه بتاعت المره اللي فاتت. لكن للاسف سحر الوحش بتاع ميكو مش بيأثر فيه، وكمان التعويذه الارضيه بتاعت هيكارين مش بتقدر ان هي تأثر فيه او تثبته. وبنشوف كايتو هجم عليه بالسيف الثلج اللي معاه وقام طاعن بيه الديناصور العملاق ده، وقدر ان هو يعمل له جرح في جسمه. بس للاسف الجرح ده مش كفايه ان هو يهزمه، وعلى طول الديناصور ده بيهجم عليه فبيطلع يجري على طول، وبينادي على ايري علشان تطلع تهجم عليه بعد لما تأثر بالاصابه بتاعته. وبنشوفها على طول طايره في الهواء وبالسلاح اللي معاها وبتقوم راشقه في دماغه، لكن الديناصور بيفضل يقاوم الضربه بتاعتها لحد لما بيوقعها على الارض. فبيطلعوا يجروا عليها علشان يطمنوا ان هي بخير. وساعتها كايتو بيقول ما قداميش اي حل بقى غير اني استدعي سيلفي ولوسارين وهم اللي يخلصوا عليه، وفعلا بيقرر ان هو يستدعيهم اخيرا، وبيطلب منهم ان هم يخلصوا على الديناصور العملاق ده. وعلى طول هما الاتنين بيستخدموا سحر البرق وكمان سحر النار، وبيهجموا على الديناصور العملاق ده وبيدوا ضربه قويه جدا. وبعد لما بيخلصوا عليه بنشوف ميكو وهيكارين طلعوا يجروا عليهم ومبسوطين منهم جدا لانهم ساعدوهم وقدروا ينقذوهم من الموت. وبنشوف هيكارين نفسها تمسك شعر الشيطانه لوسارين لانه بيكون ناعم جدا، لكن لوسارين بتكون متكبره على الاخر. وبعدها ايري بتقول له هو انت لقيتهم هنا في المغاره السحريه؟ فبيقول لها ايوه دول المساعدين بتوعه، وبيعتذر لها ان هو ما قالهمش من الاول عليهم. وبعد كده بنشوف هيكارين وميكو بيودعوهم علشان مروحين، وكايتو بعد كده بيسال ايري وبيقول لها لما اتضربت من الديناصور العملاق شفتك عماله تقولي كلام غريب جدا وهو ان انا عاوز اكون بطله. فبتقول له ان انا ابويا علمني اني اكون قويه، وبنروح فلاش باك على حياتها لما كان ابوها عمال يدربها وبيقول لها انك لازم تكوني قويه علشان تساعدي الضعفاء وتحميهم. وبتقول له ان ده السبب اللي خلاني اقدم في نقابه المغامرين علشان اكتشف كل المغارات السحريه. وبتقول له بعد كده ان انا بدرس في اكاديميه اسمها اوكا، وبنعرف ان مدرسه كايتو منظمه فعاليه علشان يتعرفوا على الطلبه في جامعه اوكا. فطبعا كايتو بيكون متفاجئ جدا وبيستغرب ان كاتسو عاوزه تروح مع الفاعليه دي. وتاني يوم بنشوف كايتو وكاتسو بيستعدوا ان هم يروحوا جامعه اوكا، وطبعا اكيد هيقابلوا المغامره ايري هناك. وبعد كده بنشوف كايتو وكاتسو قاعدين في المترو في طريقهم لجامعه اوكا، وبتقول له كاتسو انا متشكره انك دعيتني علشان اروح اليوم المفتوح ده واتعرف على الاكاديميه. فبيقول لها يعني انا لو ما كنتش دعيتك ما كنتش هتيجي؟ فبتقول له لا انا كده كنت هاجي حتى لو ما دعتنيش. وبيتصدم كايتو بعد كده ان اصحابه الولاد قاعدين قدامهم وهم كمان جايين. فبيقول لهم هو انتوا ايه اللي جابكم؟ مش انتوا قلتوا لي انكم مش عاوزين تحضروا؟ فبيقولوا له ما ينفعش نفوت فرصه زي دي، وما تخافش احنا مش هنزعجك في اي حاجه. وبيشوف اعلان في المترو عن واحده من المغارات السريه اللي تم اكتشافها. فبتقول له كاتسو هو انت زعلان علشان ما رحتش النهارده الاستكشاف؟ فبيقول لها بالعكس انا مبسوط ان انا رايح معاكي لاكاديميه اوكا. وبيوصلوا بعد كده قدام الاكاديميه وبيتصدموا ان هي جامعه عملاقه جدا وكمان من الطراز القديم الفخم. وبنشوف كايتو وكاتسو هما بيتمشوا في حديقة الأكاديمية، وكايتو بيسرح بخياله وبيفتكر إن الأشجار كلها اتحولت لأشجار الكرز، وهو عمال يجري ورا كاتسو وبينادي عليها. ولما بتنادي عليه وبتفوقه بيحس إن هو عيل متخلف وبيكون محرج على الآخر. وبيروح بعد كده مكتب الاستقبال وبيقابل القائدة إيري هناك وبترحب بيهم كويس جدا، وبتسأل كايتو وبتقول له هي البنت اللي معاك دي حبيبتك؟ فبيقول لها إن إحنا مش حبايب ولا حاجة، وهي تعتبر جارتي وكمان زميلتي في المدرسة. وبعد كده بتاخدهم علشان تعرفهم على الأكاديمية وبيتفرجوا على المسرح بتاعها وكل المباني العملاقه التعليميه الجميله اللي موجوده هناك. وطبعا بيكونوا منبهرين بشكل الجامعه وشكل المباني وبيتمنوا ان هم يدرسوا فيها لما يتخرجوا من المدرسه. وفجاه كايتو بيلاقي ميكو وكمان هيكارين وصلوا عنده وبيرحبوا بيه، فبتستغرب كاتسو ان هم يعرفوه وبيكلموه بشكل عادي كده خالص، وبيقولوا له ان احنا لما عرفنا من القائده ايري ان انت جاي هنا الاكاديميه قررنا اننا نيجي علشان نقابلك ونسلم عليك. وبعد كده كايتو بيبدا يعرفهم على كاتسو وبيقول لهم انها جارتي وكمان زميلتي في المدرسه، وبيتمنى ان هم ما يجيبوش سيره ان هو بيحارب معاهم في المغارات السحريه علشان ما حدش يعرف اي حاجه عنه. لكن ما شاء الله ميكو وهيكارين بيقوموا بالواجب وبيفضحوه وبيقولوا كل حاجه، وبيقولوا كمان ان كايتو هيشترك معانا في الحزب بتاعنا قريب. ولما بيقعدوا ياكلوا مع بعض اصدقاء كايتو بيعملوا نفسهم ان هم اشباح وانهم مغامرين اقوياء وبيفضلوا يحكوا قصص خياليه وبيهبدوا على الاخر. لكن ميكو وهيكارين بيتاكدوا ان هم بيحوروا عليهم ومش فاهمين ولا عارفين اي حاجه خالص. وبعد كده بنشوفهم لما بيخلصوا الجوله بتاعتهم وهم نازلين على السلم، هيكارين بتكون سرحانه في كايتو لكن بتتكعبل فجاه وبتكون لسه هتقع على الارض، لكن كايتو على طول بيطير في الهواء وبيلحقها قبل ما تقع. فاصحابه بيتصدموا ان هو بقى عنده لياقه وسرعه شديده جدا ومستغربين ازاي قدر ان هو ينقذها قبل ما تقع. وبيكون في مجموعه من الشباب بيلعبوا كوره في الملعب بتاع الاكاديميه،
وواحد منهم بيشوط الكرة جامد، لكن القائدة ايري مش بتقدر ان هي توقف الكرة، وبتكون لسه رايحة في وش واحدة من البنات، لكن على طول كايتو هوبا بيطير في الهواء واحدة دبل كيك وبيشوط الكرة بشكل قوي جدا وكمان بيجيب جول. فبيقولوا هو الواد ده بقى شبح في نفسه ازاي كده، وكمان اتحول للكابتن ماجد. وبعد كده القائدة ايري بتقرر ان هي تاخدهم لساحة التدريب بتاعتها، ولما بيشوفوا التدريبات بتاعتها بيعرفوا قد ايه هي مغامرة قوية جدا وبيكونوا مبهورين بيها على الاخر. وبعد كده بنشوفهم بيودعوا كايتو واصدقائه وبيتمنوا ان هم يزوروهم مرة تانية بعد كده. ولما كايتو بيكون ماشي مع كاتسو بالليل ومروحين بتقول له مين البنات دول اللي كانوا بيتعاملوا معاك بشكل طبيعي كده، واضح ان هي بتكون غيرانة منهم على الاخر. فبيرفض كايتو ان هو يجيب سيرتهم ومش عاوز يقول لها اي حاجة عنهم خالص، فبتتضايق منه على طول وبتسيبه وبتمشي. وبعد كده في نهاية اليوم بنلاقي كايتو بياخد دش سخن وبيقول يا ترى هتعامل ازاي مع سيلفي ولوسيريا بعد لما سبتهم يوم كامل كده من غير ما اعبرهم. وبنكمل حكايتنا وبنشوف كايتو راجع المغارة بعد كده وبيقتل وحوش سلايم كتير وبيجمع احجار سحرية كتيرة جدا علشان يصالح بيها سيلفي ولوسيريا، لكن واضح ان هما بيكونوا زعلانين منه على الاخر وبيقولوا له هو انت كنت بتعمل ايه امبارح طول اليوم وما عبرتناش. فبيقول لهم هنا كايتو ان انا كنت موجود في المدرسة وكنت بتعلم هناك، لكن لوسيريا مش بتكون عارفه يعني ايه مدرسه، فبتقول لها سيلفي ان ده مكان بيتعلموا فيه البشر. وبيفضل هنا كايتو يعتذر لهم وبيقول لهم مستعد اديكم احجار سحريه كتير جدا علشان تسامحوني، لكن بياخد باله من سلايم غريب واقف وراهم، ولما بيطلب منهم انهم يقتلوه مش بيعبروه، بيفتكروا ان هو بيضحك عليهم وبيطلبوا منه مئات من الاحجار السحريه علشان ياكلوها ويسامحوه. وفعلا لوسيريا هنا بتبص وراها وبتشوف السلايم وعلى طول بتخلص عليه بكل سهوله. وبيقرر بعد كده كايتو ان هو يدي لكل واحده 10 احجار سحريه علشان ياكلوها وما يزعلوش منه. وبيروح بعد كده يشوف اللي وقع من السلايم الغريب ده، بيلاقيها قفازات اسمها قفازات العقل، والمفروض ان دي بتطلع قوه خفيه على حسب حجم المانا اللي موجوده عند الشخص اللي بيلبسها. ولما بيبدا ان هو يجربها مش بيشوف اي حاجه، فبيقول واضح ان القوه دي محدش يقدر يشوفها، علشان كده بيقرب من الميه وبيستخدمها علشان يشوف ردة فعل الميه. وبياخد باله ان في قوه خفيه بدات ان هي تحرك الميه، فبيمسك السكينه السحريه وبيستخدمها مع القفازات دي ضد الميه، وبيقدر فعلا انه يخرج قوه سحريه كبيره بتقسم الميه. وبتوصل بعد كده القائده ايري هي واصحابها وبيرحبوا بكايتو وبيقولوا له اننا قضينا يوم جميل جدا مع بعض امبارح. وطبعا لوسيريا وسيلفي بيكونوا متضايقين جدا لما بيشوفوهم، وبيقرروا ان هم يكملوا استكشاف للمغارات السحريه وبيوصلوا المغاره من المستوى التاسع. واثناء طريقهم سيلفي بتحس ان في وحش قوي جدا موجود قدامهم، فبيبدا كايتو ان هو يخاف، لكن ميكو وهيكارين بيقرروا ان هم يكملوا الطريق وما يخافوش من الوحش. ولوسيريا بتتريق على كايتو وبتقول له ما تخافش، لما الوحش ده يهجم عليك علشان يقتلك انا هدافع عنك. ولما بيشوفوه بيتخضوا من حجمه لانه وحش قوي جدا، وبيقولوا ازاي وحش بالقوه دي موجود في المستوى التاسع. وبيبداوا يخافوا كلهم وبيقرروا ان هم يرجعوا تاني، لكن الوحش بيكون شافهم وبيطلع يهجم عليهم. فبتحذرهم لوسيريا ان الوحش ده بيكون ناري وخدوا بالكم من كرات النار بتاعته. فبيطلب كايتو من سيلفي ان هي تستخدم الحاجز السحر بتاعها علشان تحميهم، وبتبدا هيكارين انها تستخدم سحر الارض بتاعها علشان تثبته مكانه. وبعدها بنشوف هنا لوسيريا بتستخدم سحر النار وبتهجم عليه، لكن واضح ان سحر النار بيكون ضعيف جدا ومش بيأثر فيه. وبعدها الوحش ده بيهجم عليهم بقوة النار بتاعته، لكن بيلاحظوا ان الحاجز بتاع سيلفي بيقدر ان هو يحميهم من النار، لكن الحرارة بتاعت النار بتقدر ان هي توصل لهم. حتى ميكو لما بتطلب من الانفذ بتاعها ان هو يهجم عليه ضرباته بتكون ضعيفة جدا ومش بتأثر فيه. وبيبدأ كايتو هنا ان هو يجري ناحية الوحش ده علشان يلفت انتباهه. في الوقت نفسه بيطلب من لوسيريا ان هي توصل لحد بطنه وتستخدم سحر النار بتاعها ضده، وفعلا بتنجح ان هي توصل تحت بطنه وبتديله ضربة نار قوية جدا. وبعدها كايتو بيطلب من سيلفي انها تستخدم سحر الرمح المقدس بتاعها وتهجم بيه. وفي الوقت اللي بتهجم فيه سيلفي بنشوفهم كلهم بيستخدموا الاسلحة اللي معاهم وبيهجموا على الوحش ده، لكن مفيش حاجة بتأثر في الوحش ده وبيستخدم النار عليهم مرة تانية. لكن كايتو بيستخدم سحر المية وبيعمل كورة وبيحطها في بق الوحش ده علشان يوقف ضربة النار بتاعته. وبيطلب كايتو منهم بعد كده ان هم يكرروا نفس الهجوم ده مرة تانية. وبنشوف القائدة ايري عمالة تحارب الوحش ده والباقي بيستخدم قوته السحرية ضده. وبنشوف سيلفي ولوسيريا دمجوا قوتهم مع بعض هما الاتنين وهجموا عليه وقدروا انهم يهزموه. وطبعا مش بيصدقوا نفسهم ان هم قدروا يهزموا وحش بالقوة دي وبيكونوا مبسوطين على الاخر. وساعتها بيحسوا بالارهاق والتعب وبيقرروا ان هم يريحوا شوية، لكن لوسيريا بتقول الوحش ده اللي خلاه يظهر في الطابق التاسع. وفجأة بيسمعوا صوت غريب جاي من المغارة اللي قدامهم،
وبيخرج فجأة قدامهم شيطان قوي جدا وبيفضل يتريق عليهم وبيقول لهم انكم هزمتوا وحش ضعيف جدا. وكايتو ساعتها لما بيشوف القرون بتاعته بيتأكد ان ده الشيطان وبيعرف ان هو اللي كان بيتحكم في الوحش اللي قتلوه من شوية. وبيقول لهم بعد كده الشيطان ده يلا بينا نتقاتل دلوقتي علشان اخلص عليكم. وبيقول لهم مفيش فرصة قدامكم علشان تقدروا تهربوا مني. وعلى طول بيستخدم ضدهم سحر الظلام بتاعه، لكن سيلفي بتعمل الحاجز السحري بتاعها وبتصد الهجوم، لكن بيطلع السيف بتاعه وبيهجم على الحاجز السحري علشان يكسره. وبيتصدم كايتو هنا ان هجومه كان سريع جدا لدرجة ان هو ما شافش الهجوم بتاعه من سرعته. وساعتها بنشوف ايرو وميكو بيستخدموا الرشاشات بتاعتهم ضده، حتى هيكارين ولوسيريا بيستخدموا سحر النار بتاعهم ضده، لكن مفيش اي حاجه بتاثر فيه خالص. وبيبدا ساعتها كايتو انه يخاف، لكن ايري بتطمنه وبتقول له ان احنا نقدر نهزمه لو هاجمنا بشكل اسرع من كده. وساعتها بنشوف لوسيريا وسيلفي بيستخدموا قدراتهم السحريه وبيدمجوها مع بعض علشان يهجموا على الشيطان ده ويهزموه، لكن برضه مش بتاثر فيه الضربه بتاعتهم. وساعتها الشيطان بيتعصب وبيهجم بالسيف بتاعه على كايتو علشان يخلص عليه، لكن ايري بتتدخل في اللحظه الاخيره وبتبعد ضربته، فبيستخدم ضدها سحر الظلام وبيضربها. وعلى طول كايتو بيطلع السكينه السحريه بتاعته وبيقدر ان هو يكسر السيف بتاع الشيطان، فعلى طول الشيطان بيتعصب وبيقوم ضارب كايتو مطيره. وبنشوف كايتو بياخد العلاج السحري علشان يعالج الاصابه بتاعته، وبيستغل هجوم لوسيريا وسيلفي وكمان هيكارين وميكو ضد الشيطان ده، وبيتسحب من وراه وعلى طول بيطعنه بالسكينه السحريه. وساعتها الشيطان بيتعرض لاصابه كبيره جدا، لكن بيستخدم سحر الظلام بتاعه وبيعالج الاصابه بتاعته على طول. وبعدها بيهجم على كايتو وبيديله بوكس بيقوم مطيره. ولما بتحاول ايري انها تدافع عن ميكو وهيكارين على طول بيهجم عليهم بضربه سريعه وبيضربهم هما الثلاثه. وبتستخدم سيلفي سحر الرمح المقدس، ولما بتهجم على الشيطان بيمسك الرمح بتاعها وبيطيرها هي كمان. فلوسارين هنا على طول بتقول لكايتو اهرب انت من هنا وسيبني انا اتعامل معاه، لكن كايتو بيرفض ان هو يهرب ويسيبها لوحدها، لكن مش بتقدر تقاوم القوه بتاعته وعلى طول هي كمان بتقوم مضروبه. وساعتها الشيطان بيقرب منها علشان يخلص عليها، لكن كايتو بياخد باله ان هي بتمتلك قدره اسمها جمال النهم، والقدره دي بتخليها انها تمتص مانة اي حد علشان تظهر على حقيقتها الحقيقيه وتزيد قوتها. فبيقرر كايتو ان هو يديها قوه المنى بتاعته، وفعلا بنشوف لوسيريا بتبدا ان هي تكبر وبتظهر على شكلها الحقيقي. فبيتصدم الشيطان وبيقول لها هو انت مين وازاي ظهرتي معاهم فجأة كده من غير ما اخد بالي. ولما بيهجم عليها الشيطان بقوته بتقول له ان انت شيطان من رتبة متدنية جدا وضعيفة، وان ضرباتك السحرية مش هتأثر فيا خالص. وعلى طول بتقرر هنا لوسيريا انها تستخدم قوتها الجديدة وبتقدر ان هي تقضي عليه بكل سهولة. وبيطلب منها بعد كده كايتو انها تلغي تقنية جمال النهم دي لان المنى بتاعته كلها قربت تخلص وانه هيموت قريب، لكن بتقول له ان انا عاوزاك تعاملني بعد كده بشكل كويس والا هسيبك تموت دلوقتي. فبيوعدها ان هو مش هيزعلها بعد كده، فبترجع لشكلها الطبيعي وبتلحقه في اللحظه الاخيره. وبيلاحظ بعد كده ان مستواهم كلهم ارتفع وكل واحد اكتسب مهارات جديده. وبعد كده بياخدوا بالهم من نواه سحريه شكلها غريب جدا، ودي اللي وقعت من الوحش العملاق اللي قتلوه، ودي بتكون اول مره يشوفوا فيها حجر سحر بالحجم ده وكمان باللون الاخضر. ولما كايتو بيروح ناحيه الشيطان بياخد باله ان في بطاقه سحريه جديده وقعت منه، وبيقول يا ترى استدعيه وبالطريقه دي هيبقى معايا 2 شيطان ولا اكتفي بلوسيريا بس. لكن في النهايه بيقرر ان هو يستدعيه، وبيتصدم كايتو كالعاده لما بيلاقي ان الشيطان مش في حجمه الطبيعي وبيظهر قدامه شيطان قصير جدا. فبيقول يا ريتني كنت بعت البطاقه دي واستفدت بالفلوس بتاعتها. وبيكون الشيطان ده اسمه بيليا. فبيقول له كايتو هو انت ليه حجمك صغير كده؟ مش انت كنت لسه كبير من شويه؟ فبيقول له ان انا مستواي دلوقتي منخفض علشان كده حجمي صغير. وبيرجعوا بعد كده للموظفه وبيعرفوا ان الحجر السحر ده سعره غالي جدا، فبيقرر كايتو ان هو يقسم الفلوس بتاعته عليهم كلهم. وتاني يوم كايتو بيستدعي بيليا وبيقول له قول لي بقى يا بيليا القدرات بتاعتك ايه بالظبط؟ لكن واضح ان الشيطان بيليا كحيان على الاخر، وبيقول له ان انا محتاج يكون معايا سلاح. وبنعرف ان كايتو كسر السلاح بتاع الشيطان ده اثناء قتاله معاه، فبيقرر ان هو يديله اي سلاح موجود معاه دلوقتي، لكن واضح ان بيليا بيفضل ان هو يكون معاه سيف. فبيقول له كايتو خد ده مؤقتا كده يا معلم، ومع الوقت هجيب لك سيف قوي هيعجبك. فبيوافق بيليا على السلاح ده مؤقتا، وبعد كده كايتو بيخليه يحارب مجموعه من العفاريت علشان يختبر قوته، وبياخد باله ان هو قدر يهزمهم بكل سهوله. لكن لوسيريا بتتنمر عليه وبتقول له انك بطيء جدا وده لانك لسه في المستوى الاول. فبيفضل يعيط بيليا وبيقول له خليني معاك وانا هثبت لك ان انا ليا عزة في المستقبل بعد
كده. فكايتو هنا بيطيب بخاطره وبيقول له بعد لما شفتك بتقاتل العفاريت دي اتاكدت انك قوي وبتمتلك قوه كبيره، وبيوافق ان هو ينضم للفريق بتاعه وبيقول له ان احنا هنستفيد منك بعد كده. وبيقرر كايتو ان هو يتعب نفسه على الاخر علشان يقلل من مستوى صحته ويجرب سحر العلاج بتاع الشيطان بيليا. وبعدها بيليا بيستخدم سحر الظلام بتاعه علشان يعالج كايتو، لكن مش بيحس باي تاثير كبير خالص. وبيقول له بيليا بعد كده ان سحر العلاج بتاعي ده بيقدر ان هو يرجع جزء صغير من المانا اللي تخليك على قيد الحياه وما تموتش. وبنشوف فجاه كايتو اتكعبل وايده وجعته جدا، ولما بيليا بيستخدم سحر الظلام بتاعه بيعالج ايده، ساعتها بيحس كايتو ان الالم اللي كان موجود في ايده نتيجه الوقعه اختفى. وبعدها بيقرروا ان هم يجربوا قدراتهم السحريه الجديده بعد لما ارتفع مستواهم. وبنبدا بايري وهيكارين وبيكونوا بيواجهوا وحش معدني قوي جدا، فهيكارين على طول بتستخدم تعويذه الثلج بتاعتها وبتقدر ان هي تجمده خالص. وبعدها بنشوف ايري بتستخدم السلاح بتاعها وعلى طول بتهجم عليه وبتقدر ان هي تقسمه نصين وبتخلص عليه. فبينبهر كايتو جدا بان مهاراتهم الجديده قويه وبيقدروا يقتلوا اقوى الوحوش. وبيجي الدور على ميكو وهي والانفذ بتاعها وبتستخدم تعويذه الرقصه الجديده وبتقدر تخلي الوحوش الصخريه انها تكلم نفسها وما تبقاش مركزه. وساعتها الانفذ ده بيطير في الهواء وبيضرب شوك قوي جدا وبيقدر ان هو يخلص عليهم. وبيجي بعد كده الدور على سيلفي وبتكون اكتسبت تقنيه اسمها اغنيه فالكري، ولما بتبدا ان هي تغني الاغنيه دي ساعتها بتخرج الطاقه الكامنه والقوه الكبيره اللي موجوده عندهم. وساعتها كايتو بيحس ان تحركات العفاريت بقت بطيئه جدا وبيقدر ان هو يهزمهم بسهوله. ولما كايتو بيسال الشيطان بيليا وبيقول له هو انت حسيت بزياده في قوتك، فبيقول له ان انا كنت مركز مع الاغنيه بتاعت سيلفي لانها كانت جميله جدا. وبعدها كايتو بيقرر ان هو يشتري له سيف غالي جدا بما انه نفسه في سيف. وساعتها بنشوف بيليا بيفرح جدا بالسيف ده وبيوعده ان هو يكون عند حسن ظنه، وبيبدا يجرب السيف الجديد ده على العفاريت وبيقدر ان هو يهزمهم بسهوله شديده جدا. فبينبهر هنا كايتو بمهارات السيف بتاعت بيليا وبيطلب منه ان هو يعلمه استخدام السيف زيه. لكن قبل ما يبدا تدريب مع بيليا بنلاقي هنا ايري وصلت عنده وبتقول له ما تنساش ان انت عندك مذاكره كبيره واجل التدريب ده ليوم تاني. وبعد كده كايتو لما بيقضي يوم كامل في الدراسه وبيستدعي لوسيريا بتتضايق منه وبتقول له واضح اننا مش مهمين عندك قوي كده وممكن تتخلى عننا في اي وقت. لكن كايتو كالعاده بيكون مجهز الاحجار السحريه علشان يرد بيها لوسيريا وما تزعلش. وبنشوف هيكارين تحمست على الاخر وبتقول لهم يلا بينا بقى نروح المستوى العاشر بما ان قوتنا ارتفعت. واثناء طريقها بتكون مبسوطه جدا وبتتمنى ان هي تقضي بقيه حياتها معاهم لانها بتكون مستمتعه على الاخر. وفجاه بنشوف سيلفي اخدت بالها ان في وحوش قويه ظهرت قدامهم، فبتبدا سيلفي ان هي تغني اغنيه الفالكري علشان تطلع كل القوه الكبيره اللي موجوده عندهم. وفعلا بيقدروا كلهم باستخدام قوتهم انهم يخلصوا على الوحوش دي بكل سهوله. وبيوصلوا بعد كده للبوابه اللي بتوديهم المستوى العاشر وبيكونوا لسه بيبداوا يتحركوا، بنتصدم ان هيكارين بتقع على الارض وبتنزف من بقها. فيا ترى ايه اللي حصل لها؟ وهل كده هيكارين ودعت واتكلت ولا في حاجه غريبه حصلت هنعرفها بعد كده؟ فلو انت متحمس بقى يا بطل لباقي الحكايه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات. واشوفكوا تاني في حكايه جديده. سلام.